يعني الشباب. يا عمي كفاية بقى، بكفي بقى، لأنه حيجي الوقت الحسم ممكن يكون للشعب وللعشائر. عم نقول لهم للناس عدوا عاقلين، لا تخلونا نورجيكم اللي ما بدكم اياه. وعم طالب الدولة انها تحسم الموضوع وتخلصنا من ربها القصة هاي. احنا ملينا بقى، بكفي هالقد. احنا العشائر انا عم بحكيك كنا مجتمعين مع بعض وفي قرارات حاسمة حتتخذ. اذا الدولة ما حتنزل على الشارع وتنهي الموضوع، احنا العشائر مع الرئيس حننزل ننهي الموضوع. بكفي بقى، بكفي. يعني نحن كل الكلام اللي عم نسمعه انه والله الجيش حريص على المواطنين. يا عمي ابوس ايديكم يا جيشنا العظيم، كرمال الله بقى. انا بعرف حرصكم، بس يا عمي العالم قطعونا شافك، ما بيسوى قدام العالم، ما بيسوى. ما بقى تحنوا، شيلوا نزاعوا الحنية من قلبكم بقى. بدنا الحسم، بدنا اياكم تورجوا الدنيا انه ممكن انتم بيوم واحد اذا اطلقت ايديكم تنهوا الموضوع كلياته. انتوا عم تعطوا فرصة للعالم هاي انه تظهر للرأي العام انه والله هن لا زالوا على الارض، وهن ما لهم اي شيء على الارض. لكن آن الاوان انه ننهي هالمأساة اللي الوطن عايشها. طيب. آن الاوان. خليني كمل بعد اذنك. في ناس انت كنت مفتكرهم رجالك، شفناهم كشوا وزموا وقعدوا ببيوتهم. هالرجال ما زموا، هالرجال ما كشوا. انت بدك هيك رجال بهالمواقف هاي، بدك هيك ناس بهالمواقف هاي. ما بينفع اللي قاعد ببيته عم يناظر علينا، وما بينفع اللي قاعد بالغربة وعم يتفلسف علينا. هدول ان شاء الله وباذن الله اللي واقفين بهالساحة ورجالك العشائر هيحطوهم تحت صرمايتك باذن الله رب العالمين. وصرمايتك كتير عليهم، لانه صرمايتك بالنسبة لنا تسوى الدنيا كلياتها.